النهارده هقول لك على عيب ممكن تدفع فيه 4000 جنيه، ممكن تصرف فلوس كتير قوي وفي نفس الوقت بتقع في نفس المشكله. تمام. وبتغير الصنايعي والصنايعي بيقع في نفس المشكله في العربيات اللي هي اللانسر بومه. تمام. لما بتيجي تنظف البوابه دي، تمام، خليني اقول لك ان البوابه دي سعرها بيبقى غالي شويه عشان خاطر حساس الايدر. تمام. كنا عاملين فيديوهات عن موضوع حساس الايدر. طبعا يا جماعه موضوع حساس الايدر بتاع البوابه ما بيتفكش من مكانه ويتنظف. تمام. هتقولي لي ان الحساس ده لما بيتفور من مكانه ويرجع يتقفل هتلاقي الار بي ام ابتدى ان هو يعلى معاك، وتلاقي العربيه بتبطل معاك في المطبات، وتبتدي ان انت تخش البوابه. هتجيب بوابه جديده وترجع بعد 20000 هتحتاج ان انت تنظفها، تفك الحساس وترجع تقع في نفس المشكله. تمام. فهنا بقى انا جاي النهارده اقول لك ما تخليش اي حد يفور الحساس من مكانه. طيب هو مش هيفور الحساس، هينظف ازاي الحساس؟ هتيجي تقول لي هينظف ازاي الحساس؟ اقول لك هينظفه بس من غير ما يفك. هو ممكن يفك البوابه كده بس ما هو يفورش الحساس من مكانه، ان الحساس ده لما بيتفور وبيتنظف بيعمل نفس المشكله. طيب هتنظف الحساس ازاي وفي نفس الوقت ما تخشش في نفس المشكله وتجيب بوابه؟ انا جاي النهارده اوفر عليك 8 بوابه لو انت صاحب عربيه لانسر بوم. تعال اقول لك هتنظف البوابه ازاي. اول حاجه احنا فاكرين البوابه مش شرط ان انت تفك البوابه، على فكره انت ممكن تنظف البوابه وهي راكبه. باختصار شديد في ناس بتقول لك فك البوابه عشان تنظف حلو والكلام ده كله، مش شرط اساسي، مش هيعمل مشكله. خليني اقول لك ليه بقى. هنفترض دلوقتي ان البوابه دي راكبه في العربيه، البوابه دي وهي راكبه في العربيه بيجيب مناديل ويبتدي ان هو يمسح. انا دلوقتي البوابه راكبه فانا بمسح بالمناديل بجيب اخر البوابه، فالكلام ده كله كده كده بيتنظف، فمش شرط اساسي ان انت تفك البوابه. طب احنا فكينا البوابه ليه؟ علشان خاطر نقدر نشرح مشكله الحساس اللي بتظهر في العربيه اللانسر بوم. طيب هنيجي نقول احنا هننضفه ازاي. انبوت سبراي زي دي كده يا باشا. خليني اقول لك ان في مكان حساس مكان الشط، هتبتدي تجيب انبوت سبراي زي كده وتخش وترش. عايزك بقى تيجي تبص من ورا كده، تمام، على الوساخه اللي هتنزل اهي. تمام. بص بص بقى الوساخه هتبتدي تنزل. تمام اهي. طبعا دي كلها وساخ. بص تمام. تيجي بقى تنضف كده كويس، انت فاهم، تحميها حميه العيد زي ما بيقولوا اهو. وتبتدي تيجي من الخلف برضه وترش. نزلها بلاوي. وكده انت شفت البوابه بعد ما نضفتها. خليني اقول لك ان انت لو عملت نفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها دي هنضمن ان انت مش هتجيب بوابه ولا تخش في موضوع المشاكل اللي كلمتك فيها دي. تمام. ما تنساش كل فيديو بنحل فيه مشكله، بس التجربه الحقيقيه مستناك عندنا في الفيديو.